100 فل على الكل، على اللي بيسمعونا واللي مش بيسمعونا، على اللي معانا واللي ضدنا، أو حتى ناويين يكونوا ضدنا. خيانة جنسية هستيرية بمعدل أسبوعي وأحيانا أكتر، والسبب غير مفهوم بالنسبة لي. قررت في مرة أني أعرف السبب، وفتحت الحوار معاه بطريقة مباشرة، وكانت كل الأسباب غير مقنعة بالنسبة لي. فضلت وراه لغاية ما قال لي أصل مراتي باردة، وبرضه كان غير مفهوم بالنسبة لي. سألته يعني إيه باردة؟ من هنا لهنا لهنا قال لي أصل مراتي مختونة. الحوار ده كان من فترة طويلة جدا، ومنه عرفت كلمة الختان، وبدأت أقرأ عنه عشان أفهم وأعرف. عملية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وهي إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الأنثوية بدون وجود سبب أو حاجة طبية. الختان موجود من أيام الفراعنة وعلى مر العصور وبيزيد. بيمارس الختان كأحد الطقوس الثقافية أو الدينية في أكتر من 27 دولة أفريقية، وبيقل في آسيا والشرق الأوسط. وعدد الفتيات المختونات حول العالم أكتر من 150 مليون فتاة، ومصر في المرتبة الأولى على مستوى العالم. والختان بيتم في أي سن من الولادة حتى البلوغ، وفي الأغلب بيكون في سن 5 سنين باستخدام موس أو مشرط، وكمان في الأغلب بيكون غير معقم تماما. تعالوا بقى نتكلم عن الموضوع بالبلدي كده. أنا مش هتكلم عن الختان من الناحية الدينية، ولا إن الأزهر ودار الإفتاء حرموا الختان أو منعوه. أنا هتكلم عليه من الناحية الاجتماعية، ونحلله ونفهمه ونشوف تداعياته إيه على الست والمجتمع، وإزاي زي ما قلت وحكيت عن الراجل إنه بيكون أحد أسباب الخيانة الجنسية، اللي كمان بتؤدي في الآخر إلى خيانة زوجية. أنت قطعت حتة لحمة وجزء وعضو من جسم إنسانة وحرمتها منه بقية عمرها كله. تخيل انت لو حد قرر يقطع جزء من جسمك، ايدك مثلا او صباعك، ورماه، متخيل احساسك هيكون عامل ازاي؟ وكمان حرمتها من احساس وشعور ربنا وهبه لها وهو الاستمتاع بالجنس، وهتعيش ببرود جنسي بقية حياتها. وعلى فكرة الجنس غريزة زيه زي الاكل والشرب، ومن حقها تستمتع بيه وتشبع الغريزة دي، وبتعمل كده وهي لا حول لها ولا قوة ولا تملك الاختيار، مع ان الانسان ولد حرا. متخيل هي كده نفسيا هتعيش ازاي وهتكمل حياتها ازاي، وازاي هتكون انسانة غير طبيعية ومعقدة وغير سوية نفسيا تماما، لانك حرمتها من جزء من جسمها ومن احساس مهم جدا، واحساسها ان في مجموعة من الناس اجتمعوا وقرروا يحرموها من شيء بقية حياتها كلها، وهي ما اختارتش كده ومجبرة على كده. وكمان حولتها لمكنة بالنسبة للراجل. كل ما الراجل يحس ان هو عايز يشبع الغريزة الجنسية والجنس عنده اشتغل، ينده على المكنة، يخلص يقول لها خلاص خلصت، تروح المكنة تستنى لما مزاجه يجيله تاني، وهكذا. ايه ده؟ معقولة؟ يعني انت شوهتها جسديا ونفسيا مدى الحياة. ليه بتعمل كده؟ عشان تهرب من مسؤولية التربية؟ بدل ما تربيها كويس، وده واجب عليك، فبدل ما تربيها كويس وتطلعها إنسانة كويسة ومحترمة وتصون شرفك وشرفها بالتربية الصحيحة، تعمل كده وتشتري دماغك؟ طب خلاص، لو كده يبقى الحل اقطعوا المسائل عند الولد كمان. هو مش ربنا قال الزاني والزانية في النار؟ ما قالش الزانية في النار والزاني لأ. الولد كمان ممكن يزني لو ما ترباش كويس، وخلط الأنساب والدم من الطرفين، من البنت ومن الولد. وبعدين بقى يا راجل، انت يعملوا لك فياجرا كحل طبي عشان يظبطوا لك المسائل اللي ما بقتش بتتظبط، سواء مولود كده او جات لك وانت عايش لأي سبب. وطبعا مش محتاج يا جماعة اني اقول واتكلم عن كمية الفياجرا والمنشطات الجنسية اللي بتستخدم في مصر. فانت عارف ودايق مرارة الحرمان من شيء
وإحساس معين، وعارف بشاعة الإحساس ده والمشكلة الكبيرة اللي من كبرها الطب اهتم بيها وفضل وراها لغاية ما لقى علاج ليها ووقفك على رجليك وعالجك منها. فانت ضايق المرار ده والحرمان وقررت تنقله لإنسان تاني. ازاي قدرت تحول نفسك من مظلوم، من وجهة نظرك انك مظلوم بسبب الحرمان من الإحساس ده، فازاي قدرت تحول نفسك من مظلوم لظالم ولعبت الدورين؟ جبت منين القدرة دي؟ بجد فكرة غريبة جدا. وكمان الست المختونة اللي عاشت بالإحساس ده ورغم كده بتنقله لبنتها. فانت يعملوا لك فياجرا ومجموعة الخميس تقوم انت رايح مبوظ الدنيا من الناحية التانية. لأن على فكرة الجنس هو عملية استمتاع بين طرفين مش طرف واحد، وإحساس وتفاعل بينك انت ومراتك وتبادل حركات، مش انت بس. وإلا خلاص روح مارس العادة السرية لوحدك ويبقى الموضوع منتهي، وترحم المكنة بقى. علشان ايه؟ مع الاستخدام المكنة ممكن تحتاج صيانة، خليها بقى وعيش مع نفسك لوحدك. ايه ده؟ ولو فاكر انك كده مستمتع بالجنس ومراتك عندها البرود ده تبقى غلطان. اضرب الإحساس بتاعك ده في 100 في 200 في 300 لو هي مستمتعة زيك وبتتفاعل معاك في الجنس. ولا انت ناوي تختم بناتك وتتجوز واحدة مختونة وتروح ترافق واحدة مش مختونة؟ ايه الهبل والسفالة دي؟ انا شخصيا يا جماعة قررت بعد الحوار اللي دار بيني وبين الراجل ده اني لما اجي اتجوز هسألها انتي مختونة؟ عشان اللي ايه اوله شرط اخره نور، ونحط النقط فوق الحروف. المجتمع كله مجتمعا ومنفردا لازم يواجه المشكلة دي، مش بس منظمات المرأة وجمعيات مش عارف ايه ولا مش عارف ايه، لأ، كل واحد بنفسه لازم يواجه المشكلة دي. انا شخصيا لما فكرت في الموضوع ده قررت اني ادور على 2 أو 3 واتكلم معاهم، وفعلا اتكلمت مع 3. جابت نتيجة إيجابية جدا مع واحد فيهم. الكلام العقلاني والنقاش بعد كذا مرة جاب معاه نتيجة فعالة جدا. واحد تاني جابت معاه نتيجة سلبية جدا، وما كانش حتى قابل ان انا اتكلم معاه في الموضوع ده. والتالت ما فهمتش اي حاجة من الكلام اللي قاله، وما فهمتش عقليته وكلامه، وده نتيجة ساعات لعدم استخدام المخ لمدة طويلة وركنه على جنب. فبيحصل حالة من الركود وعدم القدرة على استخدامه، وتقول كلام غير منطقي وغير واضح. اتكلم مع اي حد معاك في الشركة اللي انت بتشتغل فيها، في العمارة، في الجراج، في الشارع، في المنطقة، وتخيلوا لو كل واحد فينا اتكلم مع 1 أو 2 أو 3 وجاب نتيجة حتى مع 1 بس، وحتى لو ما جابش نتيجة مش مشكلة، المحاولة كفاية. وكمان يا جماعة الخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني اللي بقاله فترة متجمد ما بيتجددش وما بيفهمش الناس، ولو ما جددوش نفسهم وفهموا الناس المجتمع هينهار، كله هتبقى خيانة جنسية وزوجية وفساد. زي مثلا القصة اللي أنا حكيتها في الأول عن الراجل اللي أنا قعدت اتكلمت معاه. ومحدش يطنش أو يتجاهل أي مشكلة في المجتمع، لأن اللي بعيد عنك النهاردة بكرة هيقرب منك وهيضرك. ودايما الهدف إن المجتمع يتقدم لقدام ومصر ترجع زي زمان. محمد سعيد.